في كل صباح كانت الأستاذة ندى تدخل الصف وتلقي نظرة على الكرسي الفارغ في آخر الفصل. كرسي سارة الطالبة الهادئة الذكية تغيبت فجأة منذ أسبوعين بدون أي إشعار رسمي. الطلاب يتحدثون بصوت خافت، والبعض يقول إن والدها منعها من إكمال الدراسة لأنها كبرت وإنه بيجهزها للزواج. ندى التي اعتادت أن ترى سارة أول من يرفع يده في الحصة لم تستطع تجاهل الأمر. قررت زيارة البيت، وهناك استقبلتها الأم بنظرة خجل، ثم قالت: أبوها شايفة إن البنت خلص. أخذت كفايتها من التعليم والبنت ما اعترضتش. ندى شعرت بغضب مكتوم. سارة عندها مستقبل، كانت ممكن تبقى دكتورة مهندسة، ليت حرموها من حقها، لكن الأب كان حاسماً. الست في بيت جوزها مكانها، مش في الجامعة. رجعت ندى إلى المدرسة والكرسي ما زال فاضي، لكنها بدأت تحكي قصة سارة في كل فصل وتفتح باب النقاش. هل التعليم حق؟ هل من العدل أن تجبر فتاة على ترك مقاعد الدراسة لأنها أنثى؟ القصة أثارت الجدل. بعض الطالبات بدأن في الحديث مع أهلهن عن حقوقهن، وبعض الأولاد لأول مرة فهموا أن الحياة مش دايماً منصفة للبنات. وما زال الكرسي الفاضي شاهداً على قضية لم تحسم بعد.